السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كشري فول أخضر. أنا معايا رز ومعايا فول أخضر، أنا كنت مخزناه زي ما احنا شايفين لسه عليه التلج بتاعه يا جماعة. أنا طبعا مش هشطفه أو هحط عليه مية إلا لما أبدأ أنزله على النار، علشان خاطر أنا عايزاه يحتفظ باللون بتاعه. معايا توم، معايا بصل، ومعايا طماطم. هنشوفه هو هنعمله ازاي، ولسه معانا البهارات يا جماعه، بس هنحطها واحنا بنعمل الكشري بتاعنا على البوتاجاز. انا طبعا هبشر البصله وهدق التوم وهبشر الطماطم بالمبشره، ونرجع مع بعض هنشوف هنعمل ايه. طبعا انا دقيت التوم اهو، وبشرت البصله وبشرت الطماطم، ما ضربتهاش في الخلاط، بشرتها كده بالمبشره. والفول معانا زي ما هو يا جماعه اهوت، لسه ما غسلتوش. ومعايا الرز. نروح بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. وعلى البوتاجاز بتاعنا كده هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ انزل بشوية زيت يا جماعة، وهنجيب البصلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو، بسم الله. نشوح بس كده مع بعض في الزيت. هحط شوية زيت كمان يا جماعة اهو. اديله بس تشويحه بسيطه كده مع بعضهم. كشري الفول ده يا جماعه من افضل انواع الكشري بالنسبه لي، انا بحبه طبعا عن اي حاجه تانية. وبعد كده هي دبلت معايا، ما حمرتهاش ولا حاجه، تدبل بس معايا، واقوم نازله عليها بالتومه. انزل بقى بالتومه اهي، 3 4 فصوص توم كده يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين. وهننزل بقى بشويه ملح، وهنزل بالفول بتاعي. طبعا انا شطفته. وهننزل بشويه فلفل اسمر كده، الفلفل الاسمر اهو. وهنزل برضو بشويه كمون، ادي الكمون يا جماعه. وهنزل بشويه بابريكا، بسم الله. ومعايا شويه بهارات فراخ. طبعا لو مفيش بهارات فراخ ممكن تستخدمي مرق الدجاج عادي اهو. وهنشوح كل الحاجات دي مع بعض شويه، بسم الله. شوحناها مع بعض اهو. هبدا انزل بقى بالطماطم اللي احنا بشرناها مع بعض اهي، الطماطم كلها اهي. واسيبها بقى اغطي عليها شويه، واسيبها بمعرقها كده شويه، اسيبها كده من غير اي ميه، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. خلاص انا سبتها بقى حوالي 10 دقايق كده. بعد ال10 دقايق نيجي ننزل بسم الله بالرز بتاعنا. طبعا انا غسلاه اهو، بسم الله. وهنقلبه ونحط على الميه بتاعته ونغطيه، بسم الله. هنحط الميه مع بعض اهو، بسم الله. وهنبدا الميه دي طبعا يا جماعه سخنه، انا حطاها سخنه. وهنبدا نغطيه بقى. واول ما يجي طبعا احنا حطينا هنا بقى، حطينا بصل، حطينا توم، حطينا طماطم، بهارات، والرز بتاعنا والفول. خلاص ما يستوي معانا كده نرجع ليه تاني ونشوف هنعمل ايه. لما الفول بتاعنا يستوي يا جماعه، قلت بقى اجيب معاكم بطاطسيتين نقشرهم عشان نعملهم جنب الفوق الكشري بتاعنا، بسم الله. هقشرهم بقى واخرطهم واقليهم بقى كده جنب الكشري الفول بتاعنا ده. خلاص كده قشرت البطاطس وخرطتها. نروح بقى نحط عليها شويه ميه وملح وننقعها كده لما نيجي نقليه. خلاص انا كده شطفتها ونقعتها اهوت. هنزل بقى بشويه ملح عليها واركنها على جنب لما نروح نشوف الكشري بتاعنا عمل ايه.
دي الكشري بتاعنا يا جماعه اهو الشرب. طبعا انا نقلته على العين التانية وهديت عليه خالص زي ما احنا شايفين، واسيبه بقى ايه يستوي مع بعضه كده. نروح بقى نقلي البطاطس بتاعتنا على ما الكشري بتاعنا ايه يستوي. الزيت بتاعنا على النار اهوت يا جماعه زي ما احنا شايفين. هوطي بس النار عليه وايه وبسم الله نسمي الله كده، ونبدا ايه ننزل بالبطاطس بتاعتنا. اول ما انزل باول دور اقوم ايه معليه النار تاني عشان الزيت ما يبردش معايا. هبدا بقى اوزعها عن بعض كده ونسيبها بقى ايه ما نقعدش نيجي جنبها كتير. اول ما تمسك نفسها بقى نقوم ايه مقلبينها ومطلعينها. ودي حبايبي الوصفه بتاعتنا بعد ما خلصناها. طبعا انا عشان عامله البطاطس كنت ناقعاها في ملح فمش هحط لها ملح تاني. انا حطيت فلفل اسمر واحط شويه ملح، وهرجع احط على الطماطم شويه ملح اهو. انا مكترتش الملح على البطاطس يا جماعه لان البطاطس عليها ايه عليها ملح في الميه، فما تكتريش الملح على البطاطس، وممكن تستغني عنها خالص لو حسيت البطاطس مالحه قوي. بس انا بصراحه لقيت البطاطس عندي مالحه مش زايد قوي، فقلت ايه احط ريحه ملح. واحط شويه فلفل اسمر اهو، وهجيب نص ليمونه واعصرها على الطماطم كده زي ما احنا شايفين، ومعانا الخيار ومعايا البيض. وكده الوصفه بتاعتنا تكون خلصت النهارده. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.